يا مساء الهنا. من الحاجات اللي بحب اعملها قوي لو في وصفة هستخدم فيها بصل كتير وكده كده هعيط، لو عندي امكانية في اليوم ده اني اعمل اكتر من الحاجة اللي هستخدمها في نفس اليوم، بجيب كمية اكبر واعملها واشيلها، بتبقى حلوة جدا. بالذات احنا عارفين ان طبعا البصل بيبهدلنا يعني. هقول لكم انا بعمل ايه في تتبيله الفراخ وكمان في الصلصه. لو عندي امكانيه اعمل اكتر من الحاجه اللي هعملها، زي ما انتم شايفين انا عندي بصل وفلفل وطماطم. دي التتبيله المعتاده بتاع الفراخ المشويه بتاعتي، اللي لو مش هصور وما عنديش حاجه، دي تتبيله البيت اللي كلنا بنحبها. فراخ مشويه لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. في الخلاط زي ما انتم شايفين حطيت طماطم وبصل وفلفل حامي وبارد على حسب ذوقك، وكام فص من الطماطم، وهخلط الكلام ده كله كده في الخلاط مع بعض. طبعا مش هديكوا مقادير، مش هديكوا كميات يعني، عشان كل واحد يعمل على حسب هو يتبل قد ايه. عندك بقى 3 4 معالق من معجون الطماطم اللي هي الصلصه المعلبه، وممكن تحطيها في الخلاط مفيش مشكله خالص. عندك دبس رمان هتحطي معلقتين، ما عندكيش هتحطي عسل اسمر زي انا ما عملت كده. انا لو عندي دبس رمان بحط، ما عنديش بحط عسل اسمر. وحطيت شويه من الزيت، حطيت معلقه صغيره من الكركم وزيها فلفل اسمر، ومعلقتين كبار من بهارات الفراخ. وبهارات الفراخ لو جايباها من حد موثوق منه حاجه كويسه هتغنيكي عن كل البهارات، يعني هتستغني عن كل البهارات وتحطيها هي بس وشويه من الفلفل الاسمر. وحطيت معلقه من البابريكا وملح طبعا، اسفه معلش، على حسب انتي عامله كميه قد ايه. هقلب بقى الكلام ده كله واتاكد ان الملح داب والبهارات بتاعتي دابت حلو قوي في الخليط اللي انا عملته او في التتبيله اللي انا عملته. حسيت ان هي لونها فاتح شويه، هحط لها معلقه كمان من البابريكا عشان تديها لون احمر حلو، والفراخ بتاعتي لما تشوي يبقى لونها حلو قوي. معلقه العسل اللي انا حطيتها ما تقلقوش منها، هي ما بتديش تسكيره للاكل خالص، بس بتدي اللمعه اللي بنشوفها كده لما بنجيب الفراخ المشويه من بره، وبتدي طعم حلو قوي. كده خلاص. قلبت بقى التتبيله بتاعتي كويس. عندي الفراخ بقى طبعا غسلها كويس جدا ومصفياها من المصفى، الميه اسفه. بحطها في مصفى كده نص ساعه ولا حاجه تصفي ميتها كويس قوي، عشان ما تنزلش ميه تاني في التتبيله والتتبيله بتاعتي تبقى خفيفه. بقلبها زي ما انتم شايفين كده لو عندي كميه كبيره. وطبعا بحط بين الجلد واللحم طبعا، هفضل اقلب فيها واحط بين الجلد واللحم. بصوا انا هحط دلوقتي، وبعد كده بقى بسيب التتبيله دي شويه. لو انا هشيلها في الفريزر بسيبها ساعتين او 3 كده الاول في التلاجة من تحت، وبعدين اكيسها واشيلها في الفريزر. طب انا هسويها على طول، بحطها في الصينيه بعد برضو من ساعتين لليله كامله ممكن تسويها. بتحطيها في الصينيه وتحطي بقيه التتبيله عليها وتغطيها بورقه زبده وورقه فويل، وبالف هنا وشفا. ندخل بقى على الوصفه التانية اللي هي صلصه الطماطم، سواء للصلصه للخضار او المكرونه، او لو للمحشي بحب اعملها بكميات كبيره واشيلها. دي يعني صلصة للخضار مش للمحشي، عشان المحشي انا ما بنعمش البصلة بتاعته كده وما بحمرهاش. حطيت طبعا كمية بصل حلوة زي ما انتوا شايفين، وزيت او سمنة على حسب انتوا بتحبوا ايه، واقلب بقى لحد ما تديني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. التسبيكة دي بقى هتكيسيها وتحطيها في التلاجة، وقت ما تعوزي هتطلعي وتنزلي فيها الخضار او تعملي مكرونة بألف هنا وشفا. عندك كمية الطماطم بقى اللي انت هتعمليها. بصوا حبايبي، حمرت البصلة حلو قوي عشان عايزة تسبيكة تقيلة، وهتشوفوا النهاية شكلها عامل ازاي. وجبت بقى بقية الطماطم بتاعتي كلها وحطيتها عليها، وهملح بس، وشوية صغيرين من الشطة. والشطة مادة حافظة حلوة جدا، ما بتخليش طعم الصلصة بتاعتي يتغير. آه مش هحط كمون، مش هحط فلفل، مش هحط اي حاجة. وقت ما باجي اطبخ بحط بقى البهارات اللي انا عايزاها. الصلصة لو هنكيسها هنشيلها، اوعي اللهم صل على النبي، اوعي تحطي لها بهارات. بصوا حبايبي اتسبكت وبسم الله ما شاء الله حلوه ازاي. اتمنى تكون الفكره عجبتكم، واكون ضيفه خفيفه عليكم، بتستفادوا مني باي حاجه، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجه تبقى زي العسل.